اشتعلت المنافسة طبعا بعد نتيجة مباراة الأمس ما بين صن داونز وما بين الهلال السوداني. وهنا خليني اقول لكم ان الناس طبعا كانت متخوفة جدا من فكرة ان صن داونز هيفوت وهيسيب الهلال يعني يكسب علشان يخلص من النادي الاهلي، وهذا لم يحدث. وهنا تحيي صن داونز على الاداء المشرف اللي لعب بيه هذه المباراة. وخليني اقول تاني ان لو كان ده حصل ما تقدرش برضو تلوم صن داونز، لا تلومن الا نفسك ساعتها، لكن طالما جت خلاص ما تضيعهاش. خصوصا ان كمان صن داونز على فكره كان بيفكر جديا في انه مش عايز يفرط في الصداره. يعني الموضوع ما كانش بس ان هو نزاهه من اجل النزاهه والروح الرياضيه، وده طبعا امر جيد لو كان حتى بيلعب علشانه، فده امر جيد، لكن في نفس الوقت هو نفسه مش ضامن الصداره. ما هو لو كان خسر امبارح انا ايه اللي ضمني ان الاهلي يكسب الماتش اللي جاي لو كان خلاص فقد فرصه رسميا؟ فلو كان خسر امبارح ويخسر الاهلي من الهلال، فالهلال يبقى هو اللي في الصداره، فساعتها يخبط بقى في مباراه قويه، يخبط بقى في الوداد، يخبط في الرجاء، يخبط في الترجي، محدش عارف. فهو برضو اكيد بيفكر لنفسه وده حقه. وعشان كده صن داونز كان بادي امبارح متماسك الى حد كبير، رغم انه برضو ما كانش بيلعب بكل طاقته على فكره ولا بكل قوته، لكن في النهايه كان له ما اراد، حصل على النقطه وسابنا احنا بقى ايه مع الهلال، ايه عيشوا بقى انتوا مع بعض في المباراه المرتقبه يعني.